أنا نفرتاري الجميلة، ملكة مصرية قديمة ذات أصول نوبية من عائلة نبيلة، واحدة من أشهر الملكات في التاريخ المصري، الزوجة الرئيسية والمحبوبة والمدللة لفرعون مصر رمسيس الثاني، أيقونة الجمال والحكمة في مصر الذهبية. أعشق لكتابة وقراءة اللغة الهيروغليفية. بدأت رحلتي لدعم الملوك واستخدمت مهاراتي في الأعمال الدبلوماسية، وشاركت زوجي الملك العظيم والثور القوي رمسيس الثاني في العديد من المراسيم الرسمية، أهمها توقيع معاهدة السلام الأولى في التاريخ مع الحيثيين. وكان اللقب المحبب لرمسيس الثاني لي المصاحبة الجميلة المحبوبة التي لا مثيل لها، جميلة الجميلات التي تشرق الشمس من أجلها. فأنا صاحبة أكبر مقبرة موجودة في وادي الملكات بالأقصر، تحتوي على زخارف بارعة ذات ألوان ساحرة تعكس الحياة اليومية لعائلة رمسيس الثاني. وتم دفني بجوار مقبرة توي والدة رمسيس الثاني. بني لي معبد خاص في أبو سمبل تقديرا لحب الملك العظيم. كتب على جدران المعبد: تلك التي تشرق الشمس من أجل حبها. وخلد اسمي على جدران أبو سمبل، وتم ظهوري بجانب رمسيس الثاني لكي يعرف الزمان إني لست امرأة بل أسطورة لا تموت.